مرحبا أصدقائي، مرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب. في هذه الحلقة سنكتشف عالم تطوير الذات من خلال الكتب. يعني واحدة من أفضل الطرق باش تبديو في رحلة تطوير الذات هي من خلال قراءة الكتب، لأن الكتب تمتلك قدرة رائعة على تقديم المعلومات والنصائح والأفكار التي يمكن أن تغير حياتنا وتساهم في تحقيق الأهداف. يعني هذه الكتب اللي غادي نستعرضها اليوم ما غاديش تقراوها فقط للمطالعة، وإنما لحل المشاكل اللي تواجهها في هذه الحياة. في هذه الحلقة سنستعرض أفضل 5 كتب لتطوير الذات ليوصوا بها على نطاق واسع. ستغطي هذه الكتب مجموعة واسعة من المواضيع تتناول النجاح الشخصي، التفكير الإيجابي، وتحقيق السعادة والراحة النفسية، اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة باش تحقق النجاح المالي. إذن هذا الفيديو راح يعالج كامل هذا المواضيع. هكذا باش ما نطولش عليكم في المقدمة بزاف، غادي نبداو الفيديو بعد هذا الإشهار. أتمنى منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو. مرحبا بكم من جديد. إذا نبداو مع الكتاب الأول. هذا الكتاب بالنسبة للناس اللي حوسوا على الطمأنينة، على الراحة، على الهدوء. تاني هذا الكتاب هو كعلاج، يعتبر كعلاج للناس المجروحة، للناس المظلومة، للناس اللي تحب انك تحقق الأحلام ديالها المستحيلة. بالي وهذا الكتاب موجود في كل بيت مسلم، وعارفين كامل أنه هذا الكتاب راني نقصته هو القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم أنك تقرأ كتب والقرآن الكريم تسيبها على جنب، هذا أكبر خطأ تقدر تقترفه في حياتك. وكنت تلقى أنك تقرأ صفحة واحدة في النهار باش تحس بهذيك الراحة وتحس بهذيك الطمأنينة. لازم تقرأ القرآن بتدبر، يعني كل آية تستوقف عند كل آية، يعني ماشي تقرأ فقط، لازم تستوقف في كل آية وتقرأ بشوية. يعني تقرأ في النهار صفحة واحدة بتدبر أحسن من أنك تقرأ 10 صفحات في النهار. إذن كان هذا هو الكتاب الأول. الكتاب الثاني هو كتاب لا تحزن من تأليف الدكتور عائد القرني. هذا الكتاب يهدف لمساعدة القراء على التعامل مع ضغوطات الحياة والتحديات بطريقة إيجابية وبناءة، وثاني كيقدم نصائح لتحسين الراحة النفسية والسعادة. هذا الكتاب بالنسبة للناس اللي واجهوا ضغوط في الحياة تاعهم، ما عارفين كيفاش يواجهوها، ما عارفينش كيفاش يفهموا الحياة تاعهم، علاش راهم يواجهوا هذه المشاكل اللي في حياتهم. والناس اللي مثلا تشكي بزاف، تبغي تشكي من كثرة اللي كما قلنا الضغوط على الحياة يخليوك تشكي المشاكل اللي في هذه الدنيا، اذا ما تعرفيش كيفاش تتعاملي معهم. وهذا الكتاب مناسب جدا جدا للناس السلبيه اللي عندهم افكار سلبيه، واللي متشائمين، واللي مثلا ما يعرفوش كيفاش، كما قلنا ما يعرفوش كيفاش يواجهوا ضغوطات الحياه. اذا هذا الكتاب لكم، لانه يبين لكم كيفاش تفكروا ايجابيا وكيفاش تغيروا النظره تاعكم المتشائمه الى نظره متفائله، ثاني كيفاش تتحكموا في العواطف تاعكم، وكيفاش تتحققوا تانيك الأهداف وتطلعوا إلى النجاح. إذن هذا الكتاب يشجع تاني على وضع خطط لتحقيقها والعمل بجد للنجاح والتطور الشخصي. كما قلنا بلي هذه الكتب ليست فقط للمطالعة، وإنما تعطيك كيفاش تتعامل نيشان، يعني تواجه حتى هذوك المشاكل اللي يكونوا عندك تلقاهم في ذاك الكتاب، يعني كيفاش يحلوهم كيفاش يتعاملوا معهم. الكتاب الثالث هو معجزات الصباح للمؤلف هال إير رودرز. الكتاب هي تجربة شخصية لهذا المؤلف، لأنه كان يعاني من حادث سببت له إعاقة دائمة، ما كانش يقدر حتى ينوض يعني من الفراش، وكان يمارس هذا الشخص كان يمارس عادات صباحية كل يوم، وكان يقرأ تاني كتب، وشاف أنه حياته تبدلت من وراء هاد العادات الصباحية ومن وراء هذا الروتين الصباحي اللي كان يعمله. يعني وسمى الكتاب تاعه معجزة الصباح. يعني كان يستيقظ على 5 صباحا ويمارس هذا الروتين الصباحي اللي غادي يستعرضه في هذا الكتاب تاعه، ولقى نتيجة وتحسن، لأنه الأطباء كانوا عاجزين تماما عن الشفاء دياله، كانوا عاجزين عليه، كانوا يقولوا له بلي انت ما تقدرش تبرى من هذه المشكله اللي راك فيها، باسكو عنده اعاقه جسديه كليه. يعني فبدا يعمل هذا الروتين، اذا وشاف انه هذا الروتين يحقق له نجاح
عقله واسم راه يتمنى. اذا هذا الكتاب للناس المكتئبه، للناس اللي فاقده الشغف، للناس اللي ما قداش تكمل نهارها، يعني الناس كما نقولوا حنا كارهين حياتهم. هذا الروتين يتمثل في 7 اشياء كان يعملهم. اذا غادي تعرفوا اذا قريتوا هذا الكتاب. وهذا الكتاب ثاني يعطيك أمثلة وقصص نجاح عن الأشخاص قاموا بتطبيق هذه العادات الصباحية وشاهدوا تحسن كبير في حياتهم الشخصية والمهنية. وثاني كيقدم لك نصائح عملية لتجاوز التحديات والعوائق اللي تواجهك من تكون تبقي هذا الروتين الصباحي. الكتاب الرابع هو العادات السبع للناس الأكثر فعالية. المؤلف ديالو ستيفن كوفي. هذا الكتاب يعتبر من أكثر الكتب شهرة في مجال تطوير الذات والنجاح الشخصي. هذا الكتاب يركز لك على تطوير العادات الإيجابية باش تحقق النجاح في حياتك. يعني بالنسبة للناس اللي مثلا حياتهم كامل عادات سلبيه، ما يقدرش مثلا يبدلوا هذيك العادات السلبيه لعادات ايجابيه، ما عارفين كيفاش يحققوا النجاح تاعهم، باسكو لانه الانسان من يتبع هذيك العادات السيئه والعادات السلبيه ما يقدرش يحقق النجاح اللي راه يدور عليه. يعني هذا الكتاب يستعرض 7 عادات فعاليه. يعني هذه العادات تعملهم الناس اللي مثلا يحققوا النجاح، يعني الناس اللي مثلا كانوا يعني يحققوا النجاح من الصفر، يعني واتبعوا هذه العادات ال7 وحققوا النجاح في الخدمه تاعهم، في حياتهم الشخصيه، في حياتهم العمليه. يعني هذا الكتاب ثاني كيقدم امثله وقصص واقعيه لاشخاص حققوا النجاح من خلال تطبيق هذه العادات. وثاني كيوفر لك استراتيجيات عمليه باش تطبق هذيك العادات في الحياه اليوميه وتستفاد منها في المهنه والعلاقات الشخصيه. الكتاب الاخير اللي في حلقه تاعنا هو الاب الفقير والاب الغني. هذا الكتاب من تاليف روبرت كيوساكي، يتحدث عن الفروق بين التفكير والمبادئ الماليه بين الاثرياء والفقراء. يعني هذا الكتاب مهم جدا للناس اللي حابين يحققوا الثراء وحابين انهم يحسنوا من المعيشه تاعهم، يعني يكونوا فقراء حابين يكونوا اثرياء، ولا الناس اللي حابين ثاني كيبدلوا التفكير تاعهم، يعني لانه الانسان الفقير هو اللي يكون فقير في الافكار تاعه، والإنسان الغني هو اللي يكون غني في الأفكار تاعه. يعني هذا الكتاب مهم جدا للناس اللي مثلا يفكروا بطريقة سيئة، يعني فقراء في عقولهم ماشي فقراء في ما عندهمش المال. ولا ومن كاين للناس اللي باغيين يحققوا النجاح المالي، يعني يكون عندهم ثروه، يكون عندهم مال، يحسنوا حياه تاعهم. هذا الكتاب يستعرض لكم التجربه الشخصيه تاع الكاتب مع والده الفقير، لانه والده كان فقير في عقله كما قلنا، ووالد صديقه الغني. يعني يعلم الكتاب من الاب الغني مبادئ ماليه هامه تختلف عن تعليمات هذاك الاب الفقير. يعني يستخدم هذا الكتاب شخصيات الابويه لتوضيح الافتراضات والعادات النمطيه تاع كل من هذا الابوين، يعني اللي اثر على النجاح تاعنا المهني. اذا وصلنا لنهايه الفيديو. استعرضت لكم 5 كتب، وهذه الكتب لازم تحدوا نتوما واسم تقراو، يعني ماشي لازم تقراي فقط للمطالعه كما قلنا، لازم تختاري على حسب الحاله تاعك. اذا وانا قدمت لكم 5 حالات و5 كتب هكذا باش تطوروا الذات تاعكم وتحققوا اللي راكم حابين تحققوه. اذا نطلب منكم ثاني تشتركوا في هذا القناه هكذا باش تشجعوني باش نزيد نخدم لكم فيديوهات اكثر واكثر. واي استفسار ولا سؤال حطوه لي هنا في التعليقات. وثاني اللي عندها مثلا هكذا يحبني نتكلم على كتاب من هذه الكتب، يعني اثار انتباه تاعو ولا اثار اعجابه، يخبرني في التعليقات وباش ندير له هكذا فيديو على هذا الكتاب اللي راح حابه. نهايه نشكركم على مشاهده الفيديو، عملوا لايك ومتابعه للقناه. دمتم في رعايه الله.